أعزائي طلبة درجات الفرق الأولى شعبة النظام السائد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نلتقي هذا الترم مع مادة مهمة جدا ألا وهي مادة أصول الإدارة. طيب إحنا حياتنا ما ينفعش نكون فيها يعني ما ينفعش إن إحنا نتصرف في حياتنا إلا بوجود إدارة. فالترم ده إن شاء الله هنتعرف على مبادئ الإدارة، إزاي ندير المنظمة، إزاي ندير حياتنا بشكل جيد، ازاي نستخدم الوظائف الاداريه اللي هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه في كيفيه اداره المنظمه وكيفيه اداره حياتنا. طيب تعالى اول حاجه عايزين نتكلم عليها كلمه مفهوم الاداره. طيب احنا الاداره هي عباره عن ايه يا جماعه؟ مجموعه من الانشطه. الانشطه دي هدفها في المقام الاول ان احنا نحقق اهداف المنظمه، وعشان نحقق اهداف المنظمه لازم يكون عندنا اهداف، والاهداف دي لازم نحددها مع بعض وهندرسها مع بعض في الترم. طيب اذا الاداره هي مجموعه من الانشطه، مجموعه من الوظائف بيستخدمها اي مدير في ظل قيود بيئيه. يعني ايه في ظل قيود بيئيه؟ احنا عندنا البيئه بتاعت المنظمه داخليه وخارجيه. يبقى اذا احنا لازم كل منظمه يبقى تراعي البعد البيئي بتاعها. معايا؟ انت بتستخدم البيئه الداخليه عشان تحلل نقاط القوه والضعف، وبنستخدم البيئه الخارجيه في تحليل الفرص والتهديدات. يبقى اذا انا عايز اقول لك اول حاجه هقولها لك ان لازم الاداره تكون لها علاقه بالبيئه. وبالتالي ده باب مهم جدا اللي هو علاقه الاداره بالبيئه. يبقى اذا نعرف مع بعض الاداره. الاداره هي مجموعه من الوظائف. الوظائف دي اهمها او الهدف بتاعها ان احنا نوصل لتحقيق اهداف الايه؟ المنظمه في ظل قيود بيئيه. يبقى اذا الاداره لابد ان تعمل مع البيئه وليس بمعزل عن البيئه. طيب اذا الاداره دي هتستخدم مجموعه من الادوات، مجموعه من الامكانيات عشان تحقق اهداف المنظمه. ايه ادوات الاداره؟ انت لازم تخطط بشكل جيد، لازم تنظم، لازم توجه، لازم تراقب. تمام جدا، حلو. عشان تحقق اهداف الايه؟ تحقق اهداف المشروع باقل جهد ممكن واقل تكلفه واعلى جوده ممكنه. يبقى اذا الاداره بتوصلك لنقطه مهمه جدا ان انت تحقق اهداف المشروع باقل جهد ممكن، باقل تكلفه ممكنه، باعلى جوده ممكنه، وبالتالي هو ده هدف الايه؟ الاداره. طيب لازم يكون عندك امكانيات متاحه، امكانيات ماديه، امكانيات ماليه، امكانيات بشريه، امكانيات معنويه عشان تعرف الاداره تنجح. من غير الامكانيات دي مفيش اي اداره ممكن ان تنجح. طيب ننتقل بعد كده لنقطه كمان، هل الاداره مهمه ولا مش مهمه في حياتنا؟ تعالى ندردش في نقطه الاداره مهمه ولا مش مهمه. طبعا الاداره مهمه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لثلاث مستويات. بالنسبه للفرد، بالنسبه للمنظمه، بالنسبه للمجتمع. طب الاداره مهمه للفرد ليه؟ خلاص خد بالك، مفيش اي فرد في اي مكان هيقدر يشبع حاجته الا بوجود الاداره. يبقى في حاجات ما يقدرش يشبعها الفرد الايه لوحده، فبالتالي لازم الاداره تتدخل تشبع احتياجات الايه؟ الافراد. طيب بالاضافه لذلك الاداره مهمه للمنظمه. ليه؟ هي المنظمه عليها دور ان هي تحقق التوافق ما بين رغبات المجتمع وبين رغباتها ورغبات اصحاب المشروع. يبقى لازم تكون عندنا اداره بشكل جيد تحقق التوافق بين الثلاث حاجات. يعني مثلا رغبات المجتمع ايه؟ ان احنا نوفر السلع والخدمات باسعار منخفضه. رغبات المنظمه ايه؟ ان احنا نضمن الاستقرار والاستمرار في العمل والترقيه. ده برضه نقطه مهمه جدا. طيب رغبات المشروع ايه؟ ان احنا نزود الارباح ونخفض التكاليف. يبقى لازم الاداره الناجحه هي اللي بتعمل على تحقيق التوافق بين الثلاث حاجات. رغبات المجتمع والعاملين واصحاب الايه؟ المشروع. اذا الاداره مهمه بالنسبه للفرد، الاداره مهمه بالنسبه للايه؟ للمنظمه، الاداره برضو مهمه بالنسبه للمجتمع. طب هي مهمه بالنسبه للمجتمع ليه؟ لان العمل الاداري لا يمكن فصله عن المجتمع. صح الكلام ده ولا لا؟ انا قلت لك اهم حاجه ان العمل الاداري يعمل في اطار البيئه، والبيئه دي اهم شيء يا جماعه. معايا؟ يبقى اذا الاداره مهمه للفرد، مهمه للايه؟ للمنظمه، لان المنظمه عليها دور لانها العقل المفكر في تحقيق التوافق بين الرغبات المتعارضه، بين رغبات المجتمع، رغبات العاملين، رغبات اصحاب الايه؟ المشروع. طيب اذا الاداره مهمه كمان للايه؟ للمجتمع، لان خد بالك لا يمكن فصل العمل الاداري على المجتمع او ظروف البيئه المحيطه، وبالتالي خطه التنميه الاقتصاديه في الدوله او الاجتماعيه مش هتنجح الا بوجود عمل اداري ناجح، الا بوجود موارد ماليه، الا بوجود استخدام امثل للموارد المتاحه. الاداره بتحقق كل الكلام ده. اذا نرجع تاني للتعريف اللي احنا قلناه. الاداره مجموعه من الانشطه، الوظائف اللي بيمارسها المدير اكيد في ظل ظروف او قيود ايه؟ بيئيه معينه. يعني ما ينفعش الاداره تعمل بمعزل عن البيئه
وده هيحصل من خلال ان يكون في ادوات عمل اداري، ومن خلالها بنستخدم استخدام امثل الامكانيات المتاحه او الموارد المتاحه عشان نحقق اهداف المشروع باقل جهد ممكن، باقل تكلفه ممكنه، باعلى جوده ممكن. يبقى احنا كده عرفنا الاداره واتكلمنا على اهميه الايه؟ الاداره. نقطه كمان، هل الاداره تعتبر علم ولا فن؟ ده سؤال طبعا بيقولوه العلماء، يعني ايه علم ويعني ايه فن؟ طبعا اي علم انت بتاخده هو عباره عن قوانين وعلاقات ثابته، يبقى ده اسمه الايه؟ العلم. طيب الفن هو عباره عن ايه؟ السلوك او المعرفه او المهارات اللي بيستخدمها الفرد عشان يبدا يستخدمها في العمل الاداري. يبقى اذا الاداره تعتبر علم ولا بس؟ دايما انا بقول شعار ايه؟ الاداره علم وفن معانا عزيز. تمام؟ طيب يبقى انا بقول نقطه محوريه يا جماعه، نقطه ايه؟ ان اول حاجه العلم معناه ايه؟ القوانين والعلاقات الثابته اللي بتبدا تستخدمها في اي علم. طب هل القوانين دي هتفضل ثابته ولا لازم استخدم المهارات والسكيلز؟ يبقى انا لازم استخدم المهارات والسكيلز، يبقى انا لازم ادخل موضوع الفن. يعني ايه الفن يا جماعه؟ المعرفه والسلوك الناتج من الصفات الشخصيه والعقليه للايه؟ للفرد. طيب يبقى اذا الاداره تعتبر علم وايه؟ علم وفن، واحنا عندنا اكتر من وجهه نظر. وجهه نظر بتقول ان هي فن، واحد بيقول ان هي علم، واحد بيقول ان هي اداره تعتبر موهبه بس بتثقل بالعلم. ناس تاني قالوا في الاخر ان لازم تجمع ما بين العلم والموهبه. في الاخر احنا اجتمعنا ان الاداره الصح لازم تكون علم وايه؟ وفن. طيب النقطه اللي بعد كده في الباب الاول بيكلمك على حاجه اسمها المستويات الاداريه. لو جيت بصيت على الهرم الاداري اللي قدامك، اي منشاه في الدنيا عندها 3 مستويات اداريه. اول مستوى اسمه التوب مانجمنت او الاداره العليا، عندنا بعد كده الميدل، عندنا بعد كده الفيرست لاين او الاداره التنفيذيه. طيب اول حاجه الاداره العليا، مين هم في الاداره العليا؟ رؤساء واعضاء مجالس الاداره، رؤساء الاقسام. يعني انت عندك هنا رؤساء الايه؟ رؤساء مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره ورؤساء القطاعات، هنا مديرين الادارات، هنا في رؤساء الايه؟ الاقسام والملاحظين. اذا كل مستوى اداري بيحتوي على افراد معينين. الاداره العليا بتقع اعلى الهرم الاداري وفيها الناس دي، تمام، اللي هم اعضاء مجلس الاداره ورؤساء القطاعات والكلام ده كله، تمام. اذا الاداره العليا اهم حاجه عندها ان هي بتبص للامور والقضايا الاستراتيجيه، بتبص للرؤيه، بتبص للرساله. اما الاداره الوسطى اللي بتقع ما بين الاداره العليا والاداره التنفيذيه، فبتعتبر همزه وصل بين الاداره العليا والاداره المباشره. يعني اذا هي بتاخد الاوامر من فوق تترجمها لقرارات ملزمه التنفيذ للاداره الايه؟ التنفيذيه. طب الاداره التنفيذيه بتبدا تنفذ العمل اللي كان موكل فوق من الادارات اللي كانت قبل كده. اذا يا جماعه احنا عندنا كم مستوى اداري؟ عندنا 3 مستويات، اداره عليا، اداره وسطى، اداره ايه؟ تنفيذيه. طيب الاداره التنفيذيه فيها مين زي ما قلت لك؟ فيها الملاحظين، فيها المشرفين اللي بيشرفوا على العمال الغير تنفيذيين اللي هم الموظفين الغير اداريين. يبقى احنا عندنا كم مستوى اداري؟ 3 مستويات، اداره عليا، اداره وسطى، اداره مباشره او تنفيذيه. طيب ننتقل بعد كده لنقطه كمان. طيب في الباب الاول بيكلمك على وظائف الاداره اللي انت اكيد هتدرسها في فصول منفصله. طب انت عندك ايه؟ تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابه، دي اسمها وظائف الاداره. طب يعني ايه تخطيط؟ يعني اول حاجه لازم يكون عندك تفكير، لازم يكون عندك دراسه، لازم تحدد الاهداف وتقترح افضل البدائل. هي دي الخطه. الخطه معناها ان انت تقترح افضل البدائل، ان انت تحدد الاهداف، دي اسمها ايه يا جماعه؟ الخطه. اما التنظيم معناه ايه؟ ان انت تنظم العمل، ان يكون في موارد بشريه، ان انت تنظم الوقت بشكل جيد، ان انت تجمع الجهود، ده اسمه ايه؟ اسمه تنظيم. طب العمليه رقم 3 اسمها ايه يا جماعه؟ التوجيه. التوجيه معناه ايه؟ ان انت توجه الناس نحو المسار الصحيح، هتوجه الموظفين بشكل سليم عشان يحققوا اهداف المنظمه. تاتي العمليه الرابعه في الاداره الا وهي عمليه الرقابه. الرقابه معناها ايه؟ ان انت تراقب على الوضع، تراقب على الانشطه، تشوف يا جماعه الرقابه فيها مشكله، تشوف الانشطه فيها مشكله ولا لا، تشوف العمل فيه مشكله ولا لا، تتخذ الاجراءات التصحيحيه اللازمه، دي اسمها ايه؟ الرقابه. يبقى انا عندي تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابه، دي اسمها وظائف الاداره. طب لو جيت هنا حضرتك، تعال نبص كده مع بعض. لو جيت هنا في الرسمه دي، هل هناك علاقه؟ هنخش بقى في سؤال مهم جدا في الباب الاول. اسئله الماده خد بالك محتاجه تركيز.
علاقة وظائف الإدارة بالمستويات الإدارية. طب أنت عندك كم مستوى إداري؟ إحنا قلنا عندنا الإدارة العليا، الإدارة الوسطى، الإدارة التنفيذية. هل هناك علاقة بين وظائف الإدارة والمستويات الإدارية ولا مفيش؟ طبعا في علاقة. طيب تعال نشوف. إحنا قلنا الإدارة العليا، الإدارة العليا فيها مين؟ رئيس مجلس الإدارة. طيب بيستخدموا أكتر إيه؟ بيستخدموا أكتر التخطيط والتنظيم. لان هم بيركزوا على الوظائف اللي فيها تخطيط وتنظيم، لان هم بيحتاجوا للاعمال الاداريه اكتر من الاعمال الفنيه التنفيذيه. يبقى الناس بتوع الاداره العليا اهم حاجه عندهم ان هم يشتغلوا في التخطيط والتنظيم، فبيركزوا اكتر على التخطيط والتنظيم اكتر من التوجيه والرقابه. اما الاداره الاشرافيه، اما الاداره التنفيذيه بتبدا تستخدم وظيفتي اللي هم التوجيه والايه والرقابه اكتر من وظيفتي اللي هم التخطيط والتنظيم، لان هم دول في الهيكل الاداري الاوسط والادنى، فبيركزوا اكتر على الاعمال الفنيه اكتر من الاعمال الاداريه. يبقى اذا يا جماعه، هل هناك علاقه بين وظائف الاداره والمستويات الاداريه ولا ما فيش؟ طبعا هناك علاقه. اول حاجه ان الاداره العليا بتمارس وظيفتي التخطيط والتنظيم اكتر من التوجيه والرقابه، الاداره الاشرافيه والتنفيذيه بتمارس اكتر التوجيه والرقابه اكتر من التخطيط والتنظيم. يبقى في علاقه بينهم ولا ما فيش؟ ايوه طبعا في علاقه بينهم. اين تمارس الاداره؟ طبعا الاداره لو جيت سؤال زي ده، اين تمارس الاداره؟ بتمارس الاداره في كل مكان يوجد فيها افراد يعملون لتحقيق اهداف محدده. اذا يا جماعه الاداره بتتمارس في كل مكان، في جميع انواع الهيئات، في جميع انواع المصالح الحكوميه، سواء كانت هذه المصالح صغيره او متوسطه او كبيره. تمام؟ المهم ان احنا يكون عندنا افراد، والافراد دول يحققوا اهداف محدده معايا. حتى على مستوى المنظمه الواحده بنمارس الاداره في مختلف المستويات الاداريه. يبقى اذا الاداره مطبقه سواء كانت على المستويات الاداريه جوه المنظمه او سواء على المنظمات المختلفه. اين تمارس الاداره؟ بتمارس في كل مكان يوجد به الافراد بشرط ان هم يجتمعوا على تحقيق اهداف محدده. حلو جدا. اذا تعالى ننتقل نقطه كمان. ايه مفهوم منظمات الاعمال؟ طب احنا بنتكلم على الاداره، طب ما انا لازم اتكلم على المنظمه، المنظمه اللي بيتم ممارسه فيها الايه؟ الاداره. طب حلو، تعالى نشوف. تعريف المنظمة ايه هو؟ أي منظمة تعتبر كيان اجتماعي مش كيان فردي. منسق ولا مش منسق؟ منسق إداريا، يعني عنده حدود إدارية. معايا؟ طيب أي منظمة بتبدأ تمارس مجموعة من الوظائف على أسس مستمرة من أجل تحقيق أهداف مشتركة. مش فاهم يا مستر؟ مش فاهم يا دكتور الكلام ماشي إزاي؟ واحدة واحدة. هي المنظمة كيان اجتماعي يعني فيها ناس. لها حدود ولا ملهاش حدود؟ لها حدود. لها بعد خارجي ولها بعد داخلي. بتمارس مجموعة من الوظائف على أسس مستمرة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة. يعني إذا المنظمة تعتبر كيان اجتماعي فيها مجموعة من البشر بيتفاعلوا مع بعض، رؤساء مرؤوسين بيتعاونون من أجل تحقيق أهداف مشتركة. التفاعل البشري بين الناس لا يتم عفويا او بطريقه عفويه، انما بيتم وفقا لتنسيق مخطط، يعني وفقا لاوامر اداريه الاداره العليا بتحطها، وبالتالي بينتج عنها التفاعل. بتمارس المنظمه مجموعه من الانشطه بصفه مستمره، يعني مش بصفه عارضه. هي منظمه فتحت عشان تقفل ولا فتحت عشان تستمر؟ اذا كل منظمه لها حدود ولا ملهاش حدود؟ بتميزها عن المنظمات الاخرى. طب كل منظمه هدفها توصل لتحقيق اهداف مشتركه لصالح الاطراف المرتبطه بها. طيب يبقى احنا قلنا هنا مفهوم المنظمه والتعريف بتاعها، واتكلمنا على الخصائص انه كيان اجتماعي منسق اداريا بيمارس مجموعه من الوظائف على اسس مستمره من اجل تحقيق اهداف مشتركه. بعد كده اهداف المنظمات. طب يعني ايه كلمه الاهداف؟ كلمه الاهداف في الاداره هي النتائج اللي انت عايز توصل لها او المطلوب تحقيقها. دي فكره الاهداف. طب الاهداف عندنا اي منظمه في الدنيا تفتكر عايزه تكسب بس ولا عندها اهداف اخرى؟ لا، اي منظمه في الدنيا عندها اهداف اخرى. خلاص؟ يبقى اول هدف طبعا الدافع الرئيسي لاي نشاط انت عايز تفتحه هو الدافع الرئيسي بتاعك هو الربح. ماشي. طيب هل في دوافع اخرى ولا مفيش؟ في النمو والتوسع. مع الوقت انت عايز تنمو. المنظمه صغيره لكن هي مش هتفضل صغيره على طول، انت عايز تبدا تطورها وتكبر من راس مالها. معايا؟ فانت عندك هدف تاني اسمه النمو والتوسع. طب انت عندك هدف ثالث اسمه البقاء
والاستمرار. يعني ايه كلمه البقاء والاستمرار؟ مفيش اي منظمه فتحت عشان تقفل، لا كل المنظمات عايزه تبقى وعايزه تستمر في الايه؟ في السوق. طب الهدف اللي بعده اسمه المسؤوليه الايه؟ الاجتماعيه. يعني ايه كلمه مسؤوليه اجتماعيه؟ يعني انت الاهداف الحديثه دلوقتي بتقول لك ان انا مش هقيس قيمه الاداره على مجرد الارباح بس، لا انا هقيسها بمدى التزامها بتوفير السلع والخدمات في المجتمع، فده معيار مش مالي، ده معيار غير الايه؟ غير مالي. يبقى انا ممكن اقيس في الاتجاهات الحديثه للاداره بدات تقيس مدى نجاح المنظمه ليست بالمعايير الماليه فقط، ولكن بمدى تحملها لالتزاماتها تجاه المجتمع، ده اسمه المسؤوليه الايه؟ الاجتماعيه. يبقى احنا عندنا 4 اهداف للايه؟ للمنظمه. الربح، النمو والايه؟ والتوسع، البقاء والايه؟ والاستمرار، المسؤوليه الايه؟ الاجتماعيه.